الأصدقاء الأعزاء الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم راح نحكي شوي حول أداء وسلوك حكومة أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت، وتصرف هذه الحكومة بالكثير من الوقاحة مع السوريين. ولماذا أقول الوقاحة؟ يعني دون مراعاة لأبسط قواعد وقيم العدالة واحترام ذوي الضحايا. قبل سقوط نظام الأسد العشرات المئات من الورش ومن الندوات ومن الملفات، يعني سواء في الإعلام، البرامج التلفزيونية، الكثير صرف عليها ربما يعني بالملايين حول موضوع العدالة الانتقالية. يعني الجهات المانحة من جهات أوروبية وجهات عربية صرفت كثيرا على تعليم السوريين قواعد وأصول ومراحل وطبائع العدالة الانتقالية. الآن هذه الحكومة بالكثير من الصفاقة والكثير من الوقاحة تتعامل مع هذا الموضوع وكأنه يعني كأنه لم يكن. كل تلك الورش والمحاضرات والندوات والكتب والإصدارات والملفات المخصصة والمنشورة في المجلات ومراكز البحوث والدراسات، هذه كلها يعني صارت نسيا منسية لدى حكومة أحمد الشرع. الأكثر وقاحة من أداء الحكومة يعني هو أداء شبيحة الحكومة. طبعا الشبيحة إذن طبقات، طبقة من الدهماء والرعاع والجهلة، ويعني يتعاملون مع المختلف بمنتهى السفالة والدناءة والوضاعة. وطبقة يعني تقبل بدرجة أقل، يعني أو ترفض الانتقادات بدرجة أقل من التوتر والصفاقة والسخافة والتفاهة. طبقة ثالثة هي طبقة الإعلاميين والمثقفين، يحاولون التماس الأعذار والمبررات لهذه الحكومة. طبعا قبل موضوع العدالة الانتقالية كان موضوع المقاتلين الأجانب. الأمريكيين والأوروبيين ركزوا كثيرا على هذا الملف، والمقاتلين الأجانب مش بس الإيغور الذي يعني كشف عن أنه عددهم 3500 شخص، هذا العدد اضربوه باثنين وبثلاثة وانتم مرتاحين، عدا عن العوائل والكذا. كتلة بشرية معينة جرى منحها الجنسية يعني وضعها ضمن مؤسسات الدولة العسكرية. طبعا هذا الموضوع كله، منح الجنسية وكل هالتفاصيل هي، في تقديري تحتاج إلى حكومة مستقرة، حكومة حقيقية، حكومة مش انتقالية. إذا بترجعوا الآن لوسائل الإعلام، إعلام النظام السوري الحالي، نظام أحمد الشرع، راح تشوفوا إنه أداء وسائل الإعلام بالضبط من الإعلان الدستوري اللي بيقول إنه هذه المرحلة الانتقالية التي يعني هي 5 سنوات،
هذه المرحلة الانتقالية مؤقتة، والرئيس مؤقت. كل هالتفاصيل هي للتمهيد لحكومة مستقرة، لدولة مستقرة، لبرلمان مستقر. قضايا منح الجنسية لهذه الكتلة البشرية بالآلاف في تقديري أنه بحاجة، وقرار سيادي. القرارات السيادية وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى لا أعلم يعني إلى أي درجة هي من صلاحيات الرئيس السوري المؤقت. الإعلام حتى كلمة المؤقت ما عاد نشوف. الرئيس السوري المؤقت شايلينه. في إحدى المقابلات التلفزيونية أنا كررت وركزت على موضوع المؤقت عمدا، لأنه القناة التلفزيونية هي تتعامل وكأنه هو رئيس طبيعي ورئيس شرعي ورئيس منتخب ومن هالقصص. خلاص ترامب سلم عليه وصار شرعي. المهم أنه الشعب السوري يصوت له. المهم أنه الشعب السوري يكون راضي عنه، مش ترامب يكون راضي عنه. خلاص العالم العربي تعامل معه وسافر لهون وسافر لهون، خلاص الموضوع صار شرعية. هؤلاء الحمقى نسوا أنه النظام السوري قبل سقوطه كل القنوات كانت مفتوحة عليه، حتى القناة التركية كان في قنوات اتصال، والناس صارت تحكي إمتى أردوغان يجي على الشام، إمتى بشار الأسد يروح على أنقرة واسطنبول. والسعودية والإمارات والسوريين صاروا يائسين إنه خلاص يصار إلى إعادة تأهيل وإعادة تعويم نظام بشار الأسد قبل سقوطه بأشهر. لكن الموضوع تغير. هم لا يحسبون حساب أنه ممكن وضع أحمد الشرع أيضا يتغير. يعني الأمور لا تقاس هكذا بالزيارات وبالاتفاقات والصور والكلام والثرثرة يعني اللي بنشوفها في الإعلام السوري الرسمي والموازي. فأنا كررت في تلك المقابلة كلمة المؤقت لكي أؤكد يعني الضيف في الاستوديو أو للمذيعة أو للتلفزيون أو للرأي العام أنه هذا الشخص الذي نتعامل معه هو رئيس سوري مؤقت، والمؤقت مش شرعي. طالما هو مؤقت فشرعيته منقوصة. ما حدا يجي يحكي لي شرعية ثورية مورية، وهي الشرعية الثورية بتبين فحواها وتفاصيلها شوي شوي عبر إبرام صفقات مع تجار النظام السابق، مع ضباط النظام السابق، مع قتلة النظام السابق. هاي الشرعية الثورية كمان صارت معروفة يعني. فما حدا يجي بيقول من يحرر يقرر. شو حرر؟ شو قرر؟ التحرير مشكوك فيه، والقرارات مطعون فيها، لأنه هي قرارات حتى الآن الحكومة، حكومة أحمد الشرع، لم تتخذ قرارا واحدا يخدم مصلحة الشعب السوري. تجنيد الأجانب، المقاتلين الأجانب لا يخدمه، وهو ليس من صلاحياته الآن، لأنه هو مؤقت. يمنح الجنسية لواحد واثنين مش ل 3500. أو هذا يعني الأرقام الرسمية. طبعا عدا عن المقاتلين الأجانب التوانسة والمصريين والمغاربة والجزائريين والأتراك والأفارقة من منطقة الخليج، هذا موضوع آخر. كم هو عددهم الله أعلم. لا أحد يعلم عن هذا الشيء، عن هذا الملف أي شيء. فالشبيحة المثقفين صاروا يبرروا أنه نعم فرنسا أيضا لديها كتيبة ومقاتلين أجانب أو فرقة أو كذا، أمريكا لديها كذا.
أمريكا لديها مرتزقة أيضا. أمريكا لديها شركات يعني تشبه الفاغنر، أعتقد بلاك ووتر، أو شركات أمنية مرتزقة، ومرتزقة بدون أن يكون في شركات، في عقود مع المرتزقة. أحمد الشرع الآن ليس نظاما مستقرا لكي يبرم عقدا مع المرتزقة تبعه، المقاتلين الأجانب تبعه، شهداء وكذا وأتوا من هالكلام العاطفي اللي بيغزوا في الرأي العام السوري، بيحاولوا يبرروا. هذا تبرير يعني عسر أوقح من ذنب. المقاتلين الأجانب الموجودين سواء في كتيبة أو في فرقة أو ضمن الجيش الفرنسي أو البريطاني أو الإنجليزي، هؤلاء لم يرتكبوا فظائع في حق أمريكا، بس المقاتلين الأجانب ارتكبوا فظائع في حق السوريين. جبهة النصرة عندما دخلت في صراعات مع السوريين قبل أن تسقط، يعني تفتح على ردع العدوان، وما بعرف شو تسمية العمليات العسكرية اللي صاروا بيسموها الفصائل المسلحة. كان يعني، فهي التبريرات اللي بيلاقوا لها يعني مقارنة مع تجارب أخرى. المقارنة لا تجوز نهائيا، لا سياسيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا. هي مقارنات سخيفة وركيكة وهشة وتافهة فيما يتعلق بتجنيد المقاتلين الأجانب. أنا أتيت على نموذج يعني فيما يتعلق بأداء الشبيحة اللي يسعون أو يبذلون قصارى جهدهم لتبرير، لإيجاد مسوغ، لإقناع الناس بهذا الأداء. طبعا على مستوى وزير العدل، وزير العدل شخص تكفيري ومجرم ومتورط في جرائم داخل إدلب، هذا وزير عدل. وزير الثقافة بيروح على المدارس ويختبر العبقرية الشعرية اللي لدى الأطفال ويسألهم عن أبي العلاء المعري، أو لربما يسألهم يعني ما هو سبب الخلاف ما بين الإمام الغزالي وابن رشد، وتفاصيل ومراحل تطور شخصية ابن رشد والانقلابات التي طرأت عليه يعني لحين وصوله إلى المحطة النهائية. هكذا أسئلة لا تسأل، لا تطرح على الأطفال. هذا وزير ثقافة. أنا ما بعرف ليش ما جابوا، وهو يدافع بشدة عن النظام الموجود، يعني رياض نعسان آغا، رجعوه وزير ثقافة أكثر، وهو إدلبي كمان، أكثر لباقة وأكثر ثقافة وأكثر شياكة، وبإمكانه يعني أن يدافع عن النظام السوري، وهو يدافع حاليا باستماتة. يعني ليش ما جابوه وجابوا هذا البني آدم؟ يعني طبعا كيف جابوا؟ إنه كل هذه التشكيلة الوزارية، كل دولة خليجية لها يعني زلمها لازم يكونوا موجودين، لا حصتها في الحكومة. وأحمد الشرع فاتح الباب لهكذا محاصصات، ريثما يستتب له الأمر ويشكل جيشه العقائدي الجهادي المتطرف على منهاج جبهة النصرة وأهل السنة والجماعة. على هذا المنهج ريثما يعني تستقر له خلال هذه الفترة 3 سنوات 4 سنوات، يعني على أساس هي مرحلة انتقالية. مشان ما ننسى النظام السوري بعد انقلاب
8 آذار 1963 أعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية. حالة الطوارئ والأحكام العرفية كانت مؤقتة، هي حالة طارئة، لكن هذه الحالة الطارئة صارت آبدة وانتهت ب 2011، لكن دخلت البلاد في حرب أهلية. أحمد الشرع الرئيس المؤقت على أساس مؤقت، أنه واضح أنه يصار إلى تأبيده وإلى تكريسه وإلى يعني هو أيضا يتعامل بهذه الطريقة، يعني بطريقة طبعا شخص يبدو لي أنه بالفعل روبرت فورد نجح في تأهيله ونجح في تدريبه وإعطائه بعض الدروس اللي تتعلق بالدبلوماسية والمسكنة وال لريثما يتمكن لحين أن يتمكن. فقضايا الحكومة اللي بتتعامل فيها بوقاحة، منها مسألة العدالة الانتقالية، وشفنا يعني الإفراج عن المجرمين والقتلة اللي كانوا متسببين في المجازر وشبيحة النظام السوري. لكن شبيحة النظام السوري السابق، شبيحة النظام السوري الحالي، كيف لهم أن يبرروا ويلتمسوا الأعذار لأداء الحكومة فيما يتعلق بشبيحة النظام السوري السابق؟ الشبيحة الحاليين يعني النظام بيحرجهم شوي، يخلق لهم الحرج والحياء، لكن بيحاولوا يلتمسوا الأعذار على أساس أنه شو؟ على أساس أنه أحيانا الدول أيضا تعقد الصفقات أو فيما يتعلق بالمحاكمة مع بعض المجرمين. هذا وارد، لكن في تفصيل لا ينطبق على التفصيل السوري، الوضع السوري، أن هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم طيلة 11 سنة 12 سنة 13 سنة مع انهيار النظام السوري وهروب بشار الأسد، يعني استسلموا أو تراخوا، على أساس أنه كان هنالك صفقة. طيب إذا هنالك صفقات مع ضباط الجيش ومع الدخول إلى دمشق دون إطلاق رصاصة، إذا ما معنى كل ذلك الكلام الذي صدعتم به رؤوسنا عن التحرير ومن يحرر يقرر من القصصين؟ ما معنى ذلك؟ اللجان التي شكلتها الحكومة مشان التحقيق في مجازر الساحل السوري، طبعا لجنة شكلية بقرارات شكلية وقرارات ستنسجم مع أداء وسلوكيات الحكومة الحالية. وفي تقديري الأخطر من إبرام صفقات مع رموز وأزلام النظام السابق هو تجنيد مش تجنيد، توطين المقاتلين الأجانب في سوريا وتوزيعهم على مراكز القرار الأمني والعسكري. بالعودة للتاريخ، طبعا أنا عندما أتحدث أحيانا أعود للتاريخ يعني لأذكر إن نفعت الذكرى. عندما يصار إلى طرح سؤال يعني ما هو سبب سقوط الدولة العباسية، التعريف أو التوصيف أو التبرير أو التعليل المتداول هو تغلغل العناصر الأجنبية من تركيا وفارسية في جسد الدولة، في قيادات الدولة، بحيث أنه الخلفاء صاروا يعني تشتيش، يعني لا بيحلوا لا بيربطوا. العناصر الأجنبية هي التي توجه السلطات. هذا وارد جدا في الحقبة العباسية وحتى في الحقبة الفاطمية وحتى في الحقبة الأيوبية.
المماليك من هم المماليك؟ يعني هم العناصر الأجنبية من الشركز ومن الشيشان من الألبان من الأتراك من التركمان، استجلبهم أو عقدت معهم السلطة الأيوبية صفقة ما، وبعدين انقلبوا على السلطة الأيوبية وأسسوا دولة امتدت لأكثر من 200 سنة، أكثر من الدولة الأيوبية وأكثر من الدولة الأموية. دولة المماليك معروفة. إذا هنالك خطر. هؤلاء اللي بيحكوا عن لا عادي وطبيعي وسوريا مليانة وبيت القوة والأتاسي هؤلاء يعني بيوت دمشقية أصولها تركية، يعني راح يرجعوا بأثر رجعي ل 200 300 سنة لحتى يبرروا شيء واقع حال يعني موجود. لا، هذه العناصر هي مش بشر عاديين جايين يشتغلوا. البعض تحدث عن العمالة الموجودة في منطقة الخليج، أنه هنالك أسر أو في منطقة الخليج في عمان وفي الإمارات وفي الكويت أصولها إما فارسي أو أفغاني أو بلوشي وكذا، ومستقرة ويعني مواطنين عاديين. هذا يعني تبرير كثير ركيك وكثير هش، لأنه لا يمكن مقارنة الإيغور المتطرفين المقاتلين الجايين على أساس جهاديين ببيت القواتلي وبيت الأتاسي وبيت الدمشقيين الأصلاء وبالبلوش اللي أو الإيرانيين اللي استقروا بمنطقة الخليج العربي وصاروا اندمجوا ضمن النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي في منطقة الخليج. الآن البلوشي الموجود في منطقة الخليج لا يدافع عن البلوش أو ليس مجبرا، ويجد نفسه منتميا إلى الإمارات أو عمان أو البحرين أو الكويت أكثر من انتمائه للبلوش في بلوشستان مثلا. يعني فهذه المقاربات شوي، مش شوي، كتير سخيفة. يعني ويعني عندهم هم هذا النسق من الشبيحة، كل همهم انه يرقعوا للأداء الصفيق والوقح لحكومة أحمد الشرع. أداء لا يحترم دماء التضحيات السورية، أداء لا يحترم يعني ما زال ضحايا المفرج عنهم والمبرم صفقات معهم موجودين في المخيمات. يعني إحدى الشخصيات الإعلامية نشرت فيديو، نسيت اسمها، كان لها برنامج ناقد وساخر كوميدي، محجبة وشالت الحجاب، نسيت اسمها مع الاحترام شديد الاحترام لها. قالت انه يعني طيب احيانا بعض القتلة والمجرمين يصار الى فتح المجال لكي يهربوا، لكي يخرجوا، مثل بشار وهرب، يطلع برات البلد ويهرب. هؤلاء ايضا ما تحطوهم في وجوه الضحايا. يعني هذا سلوك في كمية مهولة من الوقاحة والصفاقة والخذلان، وما له علاقة بالعدالة. وبيصيروا بيبرروا أيهما العدالة ولا السلم الأهلي، إذا حاكمناهم رح يتضرر السلم الأهلي، وهم بالآلاف، هم بالآلاف وعشرات الآلاف إذا حاكمناهم. لا، تحاكم الرموز والعناصر البسيطة تخليهم. يعني وهذا كان الكلام قبل سقوط نظام بشار الأسد، أنه من تلطخت يده
بدماء السوريين يصار إلى المحاكمة. الآن من تلطخت يده وقدمه ولسانه بالدم السوري يصار إلى مش بس الإفراج عنه وجعله يعني جزءا من عملية السلم الأهلي وما بعرفش. يعني لا مجازر الساحل جرى يعني اعتقال ومحاكمة والإعلان عن القتلة والمجرمين والجزارين، والآن مواضيع أخرى وملفات أخرى، إبرام صفقات بالمليارات. ويعني الشرعية القانونية، هل حاليا أنه هي حكومة انتقالية؟ هي حكومة انتقالية مهمتها مش إعلان الحرب أو إبرام سلم مع الإسرائيلي، يروح يعمل مفاوضات مع الإسرائيلي، هذا مش صلاحيات هاي الحكومة. إبرام صفقات كبرى مش صلاحيات حكومة انتقالية. حكومة انتقالية رأس أولوياتها يعني تحديد موعد لانتخابات، تحديد موعد ل يعني انتخابات ديمقراطية، حكومة ديمقراطية. يعني الوضع سيبقى على هذا الحال ل5 سنوات. طبعا هو ما بده انتخابات ديمقراطية، لأنه إذا حكومة انتخابات ديمقراطية وتطلع حكومة ديمقراطية، هذه الحكومة الديمقراطية راح تشيل الإعلان الدستوري وراح تكون رقيبة بطريقة أو بأخرى على أداء أحمد الشرع. فما بده إياها يعني بآخر المسلسل، آخر الفيلم، لحتى تكون هاي الانتخابات كمان على مزاج وال 3500 إيغوري يصوتوا لأحمد الشرع مثلا يعني، والمكون الأموي الشبيع. على فكرة أنصار أحمد الشرع في السوشيال ميديا قديش يعني عددهم يعني، وأغلب من يهاجمونني ويشتمونني هم حسابات وهمية ومستعارة، ربما تكون يعني شخص واحد أو شخصين أو 3. من عندكم 100 صاروا 200، من عندي كمان 100 أي صاروا 300، وكمان يعني المهم وصل العدد ل500، و500 آخرين صاروا 1000. لنفترض أنهم 1000 شخص، ويستحيل أن يكونوا 1000 شخص موجودين على السوشيال ميديا، يستحيل. لكن الفعالية الموتورة والمسعورة الموجودة في السوشيال ميديا توحي وكأنه كل الشعب السوري مع أحمد الشرع، والموضوع مش صحيح قولا واحدا، ليس صحيحا. هل تأثير هذا الضخ الإعلامي يعني بيطلع لك واحد ويقول الشعب السوري يرفض اللامركزية، والمذيع أو المذيعة ما بتسأله أنت على شو بتستند؟ الشعب السوري على ماذا تستند؟ الشعب السوري لم يكن مع الثورة كله يعني 100%، ولم يكن مع النظام 100%. لماذا هذا الأداء الذي يوحي يضلل أنه هنالك إجماع أو اتفاق على أنه والله الشعب السوري يرفض الفيدرالية، الشعب السوري يرفض اللامركزية، الشعب السوري مع الزعيم أحمد الشرع. أنت على شو عم تستند يا حبيب الماما والبابا؟ على ماذا تستند؟ هل هنالك استفتاءات؟ هل هنالك إحصاءات؟ هل هنالك يعني أنت على شو عم تستند يا حضرة الباحث أو الصحفي أو المحلل أو الكاتب؟ على ماذا تستند؟ إذا تستند على السوشيال ميديا والحسابات الوهمية والسردية البعثية، هذا كلام آخر. الشعب السوري من الموضوع، الشعب السوري لم يكن متفقا لا مع النظام، كان منقسم، والآن أيضا الشعب السوري منقسم على الكثير من القضايا. فما تحكوا وتزايدوا الشعب السوري يريد كذا والشعب السوري يرفض كذا. أسهل شيء
نراه يتكرر في الإعلام السوري الرسمي والموازي هو الحديث باسم الشعب السوري. الكل بيحكي باسم الشعب السوري. يعني هل صفقات المبرمة والعفو والقصص هي كلها، يعني هل كان الشعب السوري رضيان عنها؟ لا، لكن أحمد الشرع فرض. هل الشعب السوري رضيان عن الإعلان الدستوري؟ لا، لكن أحمد الشرع فرض. هل الشعب السوري رضيان عن مؤتمر الحوار الوطني الكاذب اللي تزعمه حسين أو مهد له حسن الدغيم؟ طبعا لا، ولكن تم فرضه. بالحديث عن حسن الدغيم، نشوف حسن الدغيم قبل انه يصير من انصار احمد الشرع شو كان عم يحكي عن الجولاني. تفضل. وابو محمد الجولاني هذا صار لنا 6 سنين من طالبه بنشر سيره ذاتيه. مين ابوه لما ابو محمد الجولاني؟ مين ابوه للجولاني؟ مين امه للجولاني؟ مين اخوته للجولاني؟ وين سكن؟ وين راح؟ وين زملائه اللي بالثانوي؟ تعرفوا انتم اي واحد بيوم من الايام بينشهر بترجع الصحافي والاعلام بتطالع صورته بالراحلي وبالحديقه وبالخيمي ومعسكر التدريب الجامعي. مو عم بقول على حاله طالب جامعه، ولكن ما عمل ولا معسكر تدريب جامعي، ما تصور مع صديقاته، ما تصور بمدرج الجامعه، لما كان يروح مع البنات يشرب قهوه وعشيقاته ما كان يتصور معهن، لما كان يضرب صداقات ويروحوا رحلات ما كانوا يتصوروا. وين هاي الصور؟ مين اللي بيعرفه محمد الجولاني؟ ليش ما بقوموا زملائه بكلية الإعلام بقولوا هذا كان معنا؟ ليش ما بقوموا زملائه بالمعسكرات بقولوا هذا كان معنا؟ عجب أبو محمد العدناني من بلش، من طلع قاموا أهل بلش قالوا هذا الزلمة من عنا وهي صورته بالمدرسة وكان يربي حمام وكان يسرق الدجاجات للجيران وطردوا من المدرسة بسبب أخلاقه. نعرف الزلمة مكشوف وواضح. من طلع أبو بكر البغدادي عرف هذا درس شريعة وبعته عزة الدولة وحطوا له واسطة عن طريق الحزب ودخلوا بكلية الشريعة. طيب مين هذا؟ والله مسلم، والله بيحكي عربي، والله دين. لك يا شباب لورانس كان يحكي لغة عربي وكان اسمه أبو حمد الحلبي وكان يحكي باللهجة الحلبية وساق جيوش العرب طردت العثمانيين من بلادنا وسلمها لليهود والإنجليز وراح على مجلس عموم البريطاني. انتهت مهمته. يعني ايش المانع يكون هذا مثل هذا؟ فلا تستغربوا لا من تغريدات حسام ولا غيره. المصارم ملي المغارات، وبكرة شعبنا لما بدأ تبلش طيران التحالف الدولي يستهدف بدأ تنزل المروحيات مثل اليوم ما عم تنزل بدير الزور وبالحسكي وبالرقة بتشيل أبو حفص التونسي وأبو قحطب الجزائري وأبو ماريا العراقي وأبو فلان الهاي هو وشنتات اليورو والدولارات. بكرة بدها تصير تنزل بالزربي وكفر حلب وسرمين وسلقين وغيره على المغارات وتشيل جنات الدولارات مع عملائها وتقتل الشباب البسطاء دول اللي فاكرين حالهم المساكين عم بقاتلوا في سبيل الله. ايه بدكم يا شبابنا تصحوا؟ ايه بدكم توعوا؟ يا 15 مدري 10,000 مقاتل عند واحد مجهول النسب والهوية والتوجه والسياسي والانتماء. ليش هالضلال هذا؟ ايش هالفساد هذا؟ لك يا اخي روح اقعد ببيتك اطفوش، بس ما تقاتل تحت واحد مجهول التوجه والسياسات. لا تقول لي بصلي كان عبد الرحمن بن ملجم بصلي، لا تقول لي دين ما هو أدين من نافع بن الأزرق، لا تقول لي خطيب ما هو أخطب من شبيب الطائي، لا تقول لي شجاع ما هو أشجع من غزالي، لا تقول لي زكي ما هو أزكى من تشرشل، لا تقول لي نظيف ونزيه مو أنزه من أحمد نجاد. هذا كله ما بفيدنا وكله كلام تسويق استهلاكي للتغرير بالشباب. اتنبه يا أخي من هؤلاء العملاء عن عمالي عن جهالي عن ضلالي، أنا ما بهمني، لكن السياق سياق عملاء، سياق خوني بده يقيم علاقات مع إيران. ما مشكلة أبدا، هو بده يظهر العلاقة مع إيران. العلاقة مع إيران مقامي يا أخوي. انتبهوا يا شبابنا من هذه المصائب. واحد بتتدمر بيقتل مليون سوري ما بخليه ينشر سيرة ذاتي لحاله. شو هذا؟ كيف بدنا نأمنه على الدماء والأعراض وهو ما بأمننا على معلوماته الشخصية؟
إلى متى يبقى شبابنا بحال من الضباب والسكر المنهجي والمعرفي؟ إلى متى يبقون لا يستمعون للناصحين والصادقين من أبنائهم الذين عرفوهم؟ ندعو جميع شبابنا بهيئة تحرير الشاب إلى ترك هذا التنظيم المجرم الباغي الصائل الأمني المخابراتي المافيا، شركة بلاك ووتر أمنية بلحى مزيفة تنتظر أن تحط عليها المروحيات وترفعها إلى دولها في أوروبا الشرقية أو في مواخير زهدان، وليسوا ينتمون إلى ثورتنا لا من قريب ولا من بعيد. وأوصلوا صوتي هذا إلى آذانهم جميعا، فلن أخشى في سبيل نصرة ديني وحماية أهلي وشعبي أي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني سبحان مغير الأحوال، يعني من شتام يشتم ويذم ويخون ويكفر ويدين ويهاجم ويشجب أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، ويطرح أسئلة منطقية، إلى مداح رداح يسبح بحمد أحمد الشرع ويصفه بسيادة الرئيس وسيدي الرئيس. يعني حتى النخب، يعني الكثير من الأسماء والنخب الثقافية بشوفوا هيك شكلهم وحضورهم هيك بشكل هزلي وكاريكاتيري لا يختلف عن حسن الدغيم. يعني لدينا حسن الدغيم في الإعلام على قفا من يشيل، حسن الدغيم في الثقافة على قفا من يشيل، كثيرين. يعني حسن الدغيم نموذج كاركتر موجود في الثقافة في الإعلام في الاقتصاد، من اللي كانوا بيهاجموا أحمد الشرع والآن صاروا سجدا ركعا لنظام أحمد الشرع. الكل يتحدث عن الشعب السوري كما ذكرت، والشعب السوري مش راضي على أداء أحمد الشرع. يعني سابقا الكثير من الاعتصامات والمظاهرات خرجت ضد الجولاني في إدلب وخارج إدلب، لما كان يعني زعيم أو أمير إمارة إدلب، يعني جمهورية إدلب أو إمارة إدلب الإسلامية. ناس ما كانوا رضيانين عنه. أغلب الطيف السوري المعارض، أنا بعرف، أنا يعني في 2018 كنا في الدوحة في ندوة أو ملتقى نظمه المركز السوري للسياسات اللي يرأسه ويديره دكتور عزمي بشار. أنا ودعيت من قبل حمزة مصطفى، دكتور حمزة مصطفى اللي صار مدير قناة سوريا وحاليا هو وزير الإعلام السوري. في تلك الندوة وأنا يعني ذاكرتي معقولة، يعني حمزة مصطفى قدم ورقة بحثية في منتهى الجمال في نقد الحركات الجهادية والإسلام الجهادي. أنا بعرف أنه يعني يعني شخصية يعني من بيئة محافظة ولكن النفس النقدي وقت ذاك في 2018 لكل الطيف الفصائلي والميليشيات والقصص هي كلها كان نفس نقدي واضح، من ضمنهم يعني جبهة النصرة والنظام الذي كان يحكم إدلب وقت ذاك. ما الذي غير في مثلا حمزة مصطفى؟ ربما يعني الحس الوطني أو كذا، ربما بتكليف، يعني مسألة التكليفات، أنه حصة قطر في الحكومة، وزير الثقافة ووزير الإعلام، هذا وارد، هذا جدا وارد. لكن أنا يعني هل الحالة الانقلابية
يعني من اليسار إلى اليمين، يعني من الضدية إلى مع. ينبغي أن تمرك بمرحلة وسطى على أقل تقدير. آمل يعني من وزير الإعلام الحالي وشخص يعني بيني وبين يعني بيننا احترام متبادل. ما الذي الناس الآن يقولون أنه أنت تمدح قسد. أنا لا أمدح قسد، أنا ما زلت على انتقاداتي وعند انتقاداتي فيما يتعلق بموضوع قسد. أنا أنظر للمنحى العام، للأداء العام، للمكتسبات العامة لمنطقة الجزيرة، كردا وعربا وسريانا وتركمانا لسوريا التي أطمح إليها. يعني بكل تأكيد ليست سوريا حسن الدغيم وأحمد الشرع. لهذا السبب يعني أنا أدعم طرح اللامركزية وهو طرح قسد والقوى الكردية الأخرى، وأدعم يعني حتى لو منحت المناطق الكردية الفيدرالية أو الحكم الذاتي أو توسعة في الإدارة المحلية بصرف النظر عن الطبيعة والشكل، لكن أنا أدعم كل هذه المستويات. العودة إلى النظام البعثي المركزي الشمولي بصبغة إسلامية هذا بالنسبة لي مرفوض يعني، مشان يكون الأمر واضح. فالكل يتاجر بالشعب السوري، بده هيك والشعب السوري ما بده هيك. طيب نسمع لهؤلاء الناس، يعني هل هم من الشعب السوري أم من كوكب المريخ؟ هذه الاعتصامات هذا الاعتصام وهذه المظاهرة أكيد بأثر رجعية قديمة يعني، لكن ينبغي التذكير بها. ربما الكثير من الموجودين في هذه المظاهرة بعدين صاروا يمدحوا نظام أحمد الشرع، هذا الشخص اللي شفتوه محمول على الأكتاف ويردد الهتافات ضد أحمد الشرع، ضد الجولاني. ربما هو الآن يعني من أكثر المدافعين عن الجولاني. سيكولوجية الإنسان السوري يعني بحق تحتاج إلى دراسة خاصة. هذه الحالة النقلة بخاصة، يعني طبعا هذا موضوع عام الإنسان السوري بشكل عام بصرف النظر عن الدين والقومية والمذهب، لكن الموضوع متفاقم في الحالة العربية السنية الإسلامية السنية. الموضوع متفاقم، وأنا أتيت على نموذج يعني من هذه الحالة حسن الدغيم. خلاصة قولي أداء الحكومة الانتقالية والرئيس الانتقالي السوري يعني لا يصير حبيب، يصير عدو لكن لا يصير حبيب ولا يصير السوريين قولا واحدا. والسوشيال ميديا واضحة، يعني كمية الانتقادات الموجهة لهذه الحكومة تتزايد، ردود الأفعال تتزايد، على ما يبدو وكأن هنالك من يود توريط أحمد الشرع في هكذا مسائل. يعني يبدو أنه أحمد الشرع لا حول له ولا قوة، جند وطن الأجانب خلاص، وقع الهيئة الاتفاقية بيوقع، كن لينا مع قسد بيصير لين، كن متشدد مع قسد بيصير يحكي بتشدد، وهكذا. هكذا سلطة، هكذا
حكومة غير مبشرة. يعني بناء عليه في تقديري أنا مش متفائل. الوفد الكردي اللي بده يروح على دمشق ويتفاوض، في تقديري أنه يعني لن يحصد يعني ما يصبو إليه، وبالتالي ينبغي عليه الإصرار والعناد، لأنه هيك حكومة موجودة بهذا الأداء الذي لا يحترم العدالة لن يكون يعني عادلا مع الكرد والعرب والسريان في منطقة الجزيرة. يعني حي تضامن من أحياء دمشق أو ريف دمشق، حكومة لا تحترم ضحايا هذا الحي والكثير من أحياء دمشق، حكومة لا تحترم المفقودين، يعني خليل معتوق، عبد العزيز الخير، الكثير من النشطاء والسياسيين المفقودين، حكومة لا تحترمهم، غير جادة في البحث عنهم. فمن الصعب يعني أن تحترم مطالب وحقوق مكونات مجتمع الجزيرة السورية. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في مواضيع أخرى. دمتم بألف خير.